الغذاء مهم جدا جدا، غذاء النيوتريشن يعني مهمه قوي قوي للطفل. عند سنتين 80% من النمو المخ بيكتمل، وعند 3 سنين 100%. الغذاء مهم قوي للمناعه. اول 6 شهور لازم رضاعه طبيعيه بس، يعني اكسكلوزيف بريست فيدنج. كتير جدا من الدكاتره اي ام بتروح بتديها لبن صناعي. احنا لبن الام ده حكايه، يعني ده بيتغير احيانا من ساعه لساعه، فمهم قوي قوي. لو اضطرينا طبعا تحت اشراف الطبيب بيشوف الولد لو ما كانش بينمو. ومش حكايه نمو بس، يعني في حاجه اسمها هيدن هانجر، اللي هو الجوع المستخبي، اللي هو الفيتامينات والمعادن. مهمه قوي قوي اللي احنا ندخل الحاجات للطفل من الخضروات والفواكه. ونبص احيانا بنضطر ندي مكملات غذائيه. هو مكمل غذائي، طفل بيشوف عنده نقص فيتامين د بيديله، عنده نقص حديد بيديله. فمهم جدا الام تدخل الاكل من 6 شهور. نبتدي الاكل طبعا الخضروات مهمه قوي قوي، الحاجات مش البروسيست، الحاجات الطبيعيه. الفواكه مثلا من 6 شهور ندي فاكهه، ما نديش عصاير. العصاير مش مستحبه، احنا ندي فاكهه نديها مهروسه.